بارك الله فيك. الله يطيب الله بارك الله فيكم. انا خير مساء. الله يبارك فيكم. هي برامج تهدف على المدى البعيد إلى توطيد أواصر المحبة والأخوة وإلى تنفيذ هذا النوع من النشاطات الشبابية والاجتماعية اللي تساهم في بناء الإنسان. واعتقد انه الهدف الرئيسي الان لكل خطط التنميه الموجوده في دول مجلس التعاون هو تحقيق تكامل في بناء الانسان، وهذا جزء من العمل من اجل بناء الانسان، وان شاء الله ربنا يوفق قاده دول مجلس التعاون لتحقيق هذه الأهداف. شكرا. تشيز ولا ما في تشيز؟ تشيز على تشيز. احنا حقها نتصور احنا نعمل مع الشباب عمل وما بنسوي شيء. وانا صورت سجلت. يا سحاب من العارض نشا ظله فوق كل الجزيرة ينثر أمطاره. فرقة الجفر في أول مشاركة.
على سوق الخميس ما لقيت احد. تدرون عاد بقول لكم راي، رجال هذول مطبولهم دنياتهم. جيت انا ابيع فريخاتي وانا لقيت لي زبون. ايش رايكم نطخكم بصوتين الحين؟ يقول لك نعطيكم بمشامه توكل على الله. الحين يوم انكم متجمعين فيه ذا والشيء اللي تسوون الله لا يبارك في الجميع ان شاء الله. انا اقول لكم عندكم على ريال ولا توكلوا على الله. ايش تي اقول لك يا عم ابو مسامح انت بخيل لهذه الدرجه؟ اني بزك يا عم ابو مسامح. ايش رايكم ننتقل الى سوريا؟ ولي على عامتكم لا فنجان قهوه سكر زياده ولي على عمتك يا معلم تفطوا يسبي الشباب لا قدموا لهم لبسي ولا قدموا لهم شاي لويش ليه تضرب على عامتكم سن لعنه يا سينهم حضركم كوب قهوه يعجبكم. ننتقل لدول مجلس التعاون مع ام علاوي وابراهيم الصلال والعيدروسي. والله وبالله ما عمري شفت مثل هالمجتمعات دول مجلس تعاون حتى في الكشافه يا حافظ. والله وبالله ما مثلكم يا اخواني. عطال عمركم الله يبست بينهم في الميالس وده لا حتى في الكشافه والكوره. وناسه. هذا ابراهيم الصلال مره واحده نسيته اباخذ من دول مجلس التعاون على هالمحل شباب اقعد. ننتقل ايش رايكم ناخذ نكته؟ يقول لك في واحده كل ما تحن عليه ريحها في الخامس. واحده حساويه نكته قديمه يقول لك واحده حساويه دخلت عند الخياط عندك دير محار. واحده من البحرين ارسلت رساله لمحمد الزويد تقول له تبي قالت لا انا ما ابي اقاتلك وهي على وجهك بيخوف البزرون بك. خلهم على دول مجلس التعاون. واحدة دخلت الطرية دخلت المقالة قالت لا عندك عقال لبسه. الامارات نطلع الامارات. توكل ايش رايكم نخليها الحصة الجاية؟ الدجاج عطشانين. طيب نقول لكم ابراهيم الراشد قبل ما نمشي. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه جولة جديدة من المصارعة الحرة. نعم هذا يريد يخطف الدجاج. والسلام عليكم ورحمة الله. لو سمحتوا بعد قليل بتطلع فرقة مجلس التعاون المعسكر جهزوا نجدة ودوريات ترافقهم بالطريق. على جنب صاحب الكراسيدة. طيب هي نكتة يقول لك واحد قال نكتة قديمة طلع أخبار. فرقة الطرف للفنون الشعبية تقدم لنا فلكلور شعبي وهو الهيدا فلتتفضل مشكورة. في أثناء استعدادها نحاول نقدم لكم صوت يعجبكم. مثلا اسم هذا هو مين؟ وش لكم بمسامح؟ ايش سبتكم وحمارته تخاف تنحاش. مع السلامة. تبي تشتري قطعتها؟ وشو؟ لا السدحات تبي السدحات؟ تفري وليدت؟ والله العظيم انا قلت لك كم ردة بس انت تسمع كلام. لا عبد العزيز الهجاء ما اعرفه. أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم. 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 الله يعطيكم
عطونا من مال الله يسلم لكم عبد الله 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 مبنية فيها حسن عطية غرفة مبنية فيها حسن فيها حسن فيها حسن عطية غرفة أصوغ لي تركيا أصوغ لي تركيا وش عملت تركيا وش حملت حملت راس بطة حملت عكا عكا حملت راس بطة حملت عكا عكا بيلعبوا 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 من بيلعبوا 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 من حظ وما حطته إلا ما حطته إلا ماشي راحت البطل يجيب حب الأحمر ماشي راحت البطل يجيب حب الأحمر ندقه في ملاية ملاية بنت خالد ندقه في ملاية ملاية بنت خالد يا معيضدي يا معيضدي يا معيضدي وهلال يا معيضدي يا معيضدي يا معيضدي وهلال معيضدي كسرته تحت السد بندق معيضدي كسرته تحت السد بندق مروا عليه العسكر قالوا والله أكبر مروا عليه العسكر قالوا والله أكبر مروا عليه العسكر مروا عليه العسكر جلبة بنت مقدم امشي وسرحة سدة يا جلبة بنت مقدم سرحة سدة جيبتها وراها يقطع من خداها جيبتها وراها يقطع من خداها خداها سندي سندي حية الفلندي خداها سندي سندي حية الفلندي فلندي اسمه نادر قادر وليد قادر فلندي اسمه نادر قادر وليد قادر فلندي اسمه نادر
طلوب هذه من يوقف؟ خليه يخسر لا 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 200 450 لا 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 ما نشوف نلعب ايه حال نلعب ايه حال خربتوا انتم اصلا من توقف ليش تلعب الحقيقه؟ مغلوب في الطائره مغلوب في الغداء ما يبي ينغلب بعد خلاص مغلوب انت من على هلا على هلا بالجروان بالجروان غانم الحايل ما عندي اوراق. ايش قال لك انه من طلعت لو طلع شو اسمه هاي يعني لو طلعنا على طول نوريهم الورقه هذه من عندك هاي تصريح خروج تصريح خروج ها من طالع تسلمه عند الباب ايوه تقول انا بمد التليفون تقدر يحاول تفتح ثانيه هاي بس التنظيم ادري بك عشان ما حد يخاص غيرك تنظيم شاف ايش تعاون لا لا واحد الحين بكره ايش بكره برنامج معلق ورا هناك بالله هني ما تدري وش من زمان من غلب اليوم شباب تعال من غلب والله كم التي تسود العلاقات الصينية السوفيتية والتي مضى عليها 25 عاما. وسيعقد وزيرا خارجية الصين والاتحاد السوفيتي اجتماعين في وقت لاحق من هذا العام وأوائل العام المقبل، حيث يأمل الجانبان بعقد اجتماع قمة بين الزعيمين الصيني والسوفيتي. هذا يبغى طب لا بحلاله هذا ولا ملوث؟ لا لا يا شيخ ما يصير هذا مو بكذا يا اخي يا ناس يا هو يا عالم حتى لو عادل دفع عدل دفع عدل وقف وقف شكل خايمه يحاسبونا والله ارفع فوق انت ارفع انت ارفع يا حلاوي صور الاخ والله العظيم التابع تفضل ابو هذا قليلي يحتمل في المآسي والعلم لو كان ينفعني ويقيني طريقي على جميع شباب الأحساء الحضور إلى المكتبة. فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا شباب الخليج هيا نمضي في الدرب سويا يا شباب الخليج هيا نمضي في الدرب سويا نرفع الحق عاليا نرفع الحق عاليا إننا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صفقة ابو عيان
اقعد اشرب معك يا اخي. اشرب انت اولا يا اخي. قم اشرب. قم اشرب يا اخي. اشرب انت اولا. لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سامة رحمك الله يا سيدي. ولد بالحق يا ابي زيد. يا ابا زيد اشرب معك انت. لا اطلاق. يرحمك الله. يا رجال جيبوا الماء اشربها بلا بلا. طيب تفضل. كل يوم نرجع نفرز ها؟ يا اخي يا حمزه كانت ترزق ربنا. يا ابوي تترزق ما ترزق مو شغلي، كل يوم جالس في المكان حقي بعلى هي. ها؟ اقول لك اسمع، مكاني هذا انا مشتريه. عبد الرحمن لا تقول مشتريك عبد الرحمن صاحب المقاله. والله كون عيال كون حبحب مو شغلي انا. يا حمزه داخل على الله عليك يا حول. سيبها مكان ولا لا؟
معكم عيال؟ انا وراكم عيال؟ يعني انت اللي عندك عيال بس خلاص؟ بعدين انت متى تتجوز؟ شاد اندم. ها؟ شاد اندم يا عم. اندم ليه؟ شاد اندم شاد اجيب لك الجرسي. يا اخي روح جيب ظابط مو شرطي. لا ولا قوة الا بالله. قصرت بقدونس. يا ابو عبد الله. حياك الله يا هلا وجيه يا هلا. الله يسلمك الله يبارك فيك. يا اليمان اللي يبيع كرات هنا كل يوم يمتحنني برزقي يا ابن عيال افتري وجيها خبرك عتيق ايام الافتراء ايام الحوشيه سبناها زمان. باجي كل يوم باللبن القاه وجهي بالكرات حقه والكزبره والمقدونس ما ادري ايش. ما ادري تشتي زابط؟ تشتي زابط؟ حياك الله. لا ما في حاجه. لا احنا اصحاب هنا نبيع. انا اصحاب؟ طلع لك كم حبحب ها؟ زي ولدي والله زي ولد دائما جنب بعضنا والله العظيم هذا اللي حصل صح ولا لا؟ يا خالي زي ولد تزنقني ما فهمني يا استاذ. راح اجرب على نفسي اول شيء. يلا خلينا واقفين. افو. عجزنا. الإجابة طبعا سليمة بس ممكن تضيف حاجة. كم يذبح طبعا خارج الإجابة بس نطلع الفهم والمعلومات. يذبح الذكر شتات والأنثى للأسرة الثالثة ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ ولا يدرون. النبي هو الذي نبأ في الرسالة ولم يؤمر بتبليغها، والرسول هو الذي نبأ في الرسالة وأمر بتبليغها. الإجابة سليمة. طبعا في تفسير آخر من أوحي إليه بشر الرسول وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بالتبليغ. يعني كل حفلات الأسرة الأولى 20 والأسرة الثالثة 10. السؤال في اللغة العربية والأدب. الأسرة الأولى اذكر في أي عصر من عصور الأدب العربي عاش هؤلاء. بعطيك ثلاثة أدباء وتقول لي في أي عصر. ابن خفاجة، عبيد بن الأبرص، ابن العنيد. عند شحاتة مصر، بدوي الجبل الشام، البيروني العراق. خلاص؟ والبلدوني العراق. الإجابة كالآتي: حمزة شحاتة وين؟ في السعودية، وبدوي الجبل سوريا زي ما قالوا، والبلدوني في اليمن. إجابة واحدة من ثلاث إجابات. نسمع درجات.
اقرأ الطرفة 13. الإجابة كما تعودت أن الإجابة الصحيحة من عندي، لأنه ولد بأسنان وكان يعض المرضعات أثناء الرضاعة. على العموم يعني اسمي مع اسمه متشابهين، يعني إذا قال عنده الصح يمكن يجوز عندي أنا الصح أكثر، لأن باعتقادي بولادته كان متين وكان شره، كان يعني إيش ما يشبع، كل ما يشرب ما يشبع. غريب هذا الملك، لأنه كان يضرب عن الطعام بعد شهر من رضاعته من أي مرضع. بعد شهر من رضاعته من أي مرضع، اللي قال الأستاذ صالح. ها؟ والإجابة خطأ. طبعا لا الثالثة. الأولى لأنه ولد بأسنان وكان يعض المرضعات أثناء الرضاعة. لك جائزة رياض البرنامج. السؤال للمعلومات العامة، المعلومات العامة الأسرة الثالثة، آخر فرصة. يقول السؤال: الأفاعي تغير جلدها الذي يضيق عليها لأن الجسم ينمو والجلد لا ينمو. فكم مرة تغير الأفعى جلدها في السنة؟ اسمع الإجابات. أنا عودتكم الصراحة صدق. تغير جلدها عدة مرات في السنة وذلك حسب نموها. أنا خالف أستاذ سلمان، لأن دائما هي مثل ما احنا نغير في الشتاء والصيف، فهي دائما تغير موديلات في الصيف بس. الإخوة اختلفوا مع بعض، لكن أقول لك السليم إيه؟ إنها بتغير جلدها مرتين أو ثلاثة طيلة حياتها. هي الإجابة السليمة. الإجابة الأولى تغير جلدها في السنة مرة وذلك حسب نموها. الإجابة سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية نلتقي جميعا مرحبين بكم شباب مجلس التعاون في هذه الليلة ما قبل الأخيرة من معسكرنا الخليجي الخامس. جمعية الثقافة والفنون بالأحساء وهي تشارككم في برامجكم الثقافية تتمنى أن تخرج تلك الأمسية بما ينال إعجابكم. وقبل البدء في أمسيتنا تلك نلقي بعض الضوء على المشاركين في تلك الأمسية وبستانها. الشاعر محمد عبد الله النبيري مع فنانين من الخليج العربي، له ديوان مشترك مع الشاعرين جواد الشيخ وعبد الرحمن المريخي. العشق يتوهج ثلاثيا، وفي صدر طبع ديوان جديد له. الشاعر محمد طاهر الجلواح أحد الشعراء الشباب المتحمسون لشأن الشباب، وشعره في معظمه يميل إلى الشعبيات. له كتابات نقدية في الصحف المحلية، ويشارك في صياغة القصائد المسرحية مع بعض المسرحيات في المنطقة. يشغل حاليا منصب المشرف الثقافي بنادي الكارة. له جهود كبيرة في إحياء العديد من الأمسيات الشعرية في المنطقة، ولشاعرنا قصائد وطنية وعاطفية وشعبية عديدة. أما الشاعر إبراهيم خليل الحساوي له مشاركات في الأمسيات الشعرية التي تنظمها المنطقة، وهو المسرحية لدول الخليج العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك في مهرجان الشباب العربي بالسودان والأسبوع الثقافي بأبها، ويشرف على الفنون المسرحية بنادي العدالة بالأحساء. نترككم مع ضيوف وفرسان هذه الأمسية فليتفضلوا مشكورين. مساء الخير أيها الخليج، مساء الخير أيتها الضفاف الدافئة، مساء الخير أيتها الوجوه المضيئة من جميع أصقاع خليجنا الجميل.
القصيدة التي أقدمها قصيدة شعبية قد تكون طويلة وقد تكون إقليمية أكثر، حيث أنها تتحدث عن قرية القارة وتتناول فترة معينة من حياتي الشخصية التي لا تختلف عن حياة أي فرد موجود في الحارة، ومحاولة لرصد واستعراض بعض الأسماء والأكلات والملابس والألعاب ومعظم نواحي الحياة التي كانت موجودة قبل فترة معينة من الزمن. هذه الأشياء التي أقدمها وأستعرضها الآن قد تكون أيضا موجودة في معظم دول الخليج بصفة عامة والأحساء بصفة خاصة، ولكن قد تختلف المسميات فقط، إنما ذات الأشياء موجودة. ولأن القصيدة طويلة حوالي 236 بيت، أولا أترككم أستميحكم عذرا طولوا بالكم شوي عليه، وثاني شيء سميتها لأنها طويلة سميتها ملحمة، عنوانها الملحمة الشعبية الكبرى. ما راح أقولها كلها طبعا، ماني راح أقول يوسف المعرس إلى عرفنا فطوم العلي، ودي واحد يغم عيوني بغفلة وبسكون، وما يخليني أعرفه وأنا مسكه وما يفوت. ودي واحد يغم عيوني بغفلة وبسكوت وما يخليني أعرفه وأنا مسكه وما يفوت. وين طق المطر في عز البرد وسط الرحل، وإحنا مرينا علينا خياش مكفوسة عدل، والحطب ليج الشتاء يصبح مثل ميوة الصيف، والجبل في القيض نعمة ويا حلو جو اللطيف. في شريط هنا خلصت. والحطب ليج الشتاء يصبح مثل ميوة الصيف، والجبل في القيض نعمة ويا حلو جو اللطيف. لا مكيف يهجر براسي ويخليني عليل، ولا دفاية تخلي الغرفة مخنوقة في الليل. يا ليالي الصيف طلي لو حلم في غفوتي، يا طبشيشي أخطر الجاري من يم غرفتي. والثلج في سطول معدن ولا كلنا نشتريه، قطع معدودة ونص قالب ولا نقدر عليه. حتى في يوم الصرام أتخيله يوم جميل، ما أعد تبقى بالمصنع. وين راح التمر في الكندوج ما نسأل عنه، والدبس في جابية مخزن إلى شهر الصيام، ومن على التاوى يجي خبز المسح شنه حمام. والتمر المسفسف اللي نغمسه بوسط اللبن ما يعود وقته يا وليدي ولا ذاك الزمن. يا ولدي شذكر بعد من صور حلوة ما تعود، قلبي لهفان لوقتها وما بقى لها من وجود. عشت يا وليدي زمن شب الحطب ويا الملح، في نهاية كل سفر نفرح على صوت الملح، ونبدأ ننطط على ذيك الحريجة في فرح، وفوقها شيء نقوله ما نسيته وما برح. روح عنا يا صفر ذبحنا دويك واعتفر، روح عنا يا صفر تعال لنا يا ربيع. هذه غنوتنا على ذيك الحريقة في صفر، وهذه لعبتنا بوقتها يا ولدي وما تنكر. أذكر الناس الحبايب في عرس الهلعان، شال واحدهم تريك القال في جانب الراس، والحريم تشير صلى الله على أحمد في فرح، والرجال تشير صلى الله على أحمد في فرح، والحريم تنثر ملبس وخرده بهالفرح. يا ولدي شهر رمضان بوقت أحسن من الحين، راحة نفسية تحس بها وتحس بالمؤمنين. في وسط مسجد الوكرة من العصر يبدأ الدرس والدعاء نقراه، واحنا بوسط بيت الله بعرس. عشت وقت اللي أبو طبيلة يهلل في السحور، وما يخلي بيت نايم ما يجلسه للسحور. ولا في نص رمضان يجينا عيد القرقعان، وهذا له شيلة نسويها بفرح ويا الإخوان. طول يوم اللي كان تنصيح قرقع قرقعان، واللي ما يعطينا انفشله وندعي له الهوان.
المشاركة مع زملائي هذه الليلة وأنتهينا في تطبيق في كتابة الكلمة حيث في كتاب السنة الصناعية وكما كتاب الكلمة الصناعية يعني عبارة عن ندم كلية، ولكن طلب أن يعني وجود وحكم للكلمة عبر ما بمعنى أن أضع عليكم بعض الأشياء لكم في كتاب أطلب الخير في لحظة الأرض صوتي ذهب صمتي حرام تخيلتني برحلة الكلام شلت الزعل حجبت الضوء وأخذت الضوء عشقت نام أسمع بحس ناديني يهز الذكر تتعشقت صدقة يسيك الألم وأرد ضمن الجرح إسكات أحد عمر الفرح مع إشفاقي وجه الثروة قوة عزيمة قوة عزيمة يا أميرة الطيبين، ما نرضى الهزيمة احنا السعوديين. الخير الله يديمه جميع المسلمين وأعياننا سليمة وفكرنا ماشيين. اللي سكر خيمة ودعا رب العالمين ينصر على غريمة ويحمي حمى الدين، بنى دولة عظيمة وحكم في الموازين، قضى على النميمة وفتنة الواشين، مروة وشيمة وفتنة الواعين. عبد العزيز غيره هو أكيد الدفع صعبة في العطاء، لكن قلبي تعجل بسرعة حبت ما بطى ما دريت الأول إن اختياري أشخاص. ألومك ولا ألوم الحظ، ما عرفت إلا بالتالي إحنا ما نفهم بعض، والفرق اللي بيننا يتراوح بعد السماء عن الأرض. اللي مكتوب بالجبين لابد تشوف العين، ترى لو نفترق أحفظ ونسى بالأوقات الحين. تعدت أحلامنا الحقيقة وإحنا في وهم عايشين، جربنا أكثر من طريقة واستمرار إحنا مختلفين، موقف المخدرية إلا وإحنا مدهين. حلمت يوم إني فارس ما أخذني الوجه والشوق، ناداني صوتك الهامس أخذتك وطرنا فوق، والحلم يراودني من زمان أعيش معك في مكان أبعد من حدود النظر، وقلوبنا حب وحنان نلقى السعادة والأمان بعيد عن عيون البشر. ولما أصحى من النوم والقى الحلم شارد، ألاقي ضيفك المرسوم قدامي حاضرا ظاهر. تمنيت الحلم يصدق والخيال يصبح حقيقة، وعن بعض ما نفترق ولا حتى بعيد. في قصيدة كتبتها على لسان امرأة: سأنتظر ولكن ليس لذاتي، سأنتقل بحبي المخدوم لأدمعي بأناتي، عبثت بقلبي بعواطفي بلهفتي، جعلتني في قبضة الأقدار مجرد لعبة تلفو بعفتي. أي آمال بعدك سأبنيها، قد حطمت ذاتي أكنت تعمل، وحجبت الشمس عن عيني تركتني في ظلمة أعانيها. أنا كالماء يجري بدون جدوى، أنا زورق ضيع مصداقيه راح يسأل، ليتك لم تشعرني بالخيانة فتركتني فقرا لا يمل الابتسامة، ليتك لم تشعلها نارا أي فضت في قلبي يا أحزانا. لكما ألمتني جراحات السنين وطعنات الغدر تقتل في الحنين، ويدفعني كبريائي لأنتقم ويكبرني الماضي فيقول السجين. نعم سأنتقم، ولكن كيف وقد علمتني بشاعة الانتقام، وطبعت في قلبي الوفاء وفي نفسي حب السلام. فقل لي إذا كيف يقول الانتقام؟ أعد
بالطيب تلقاني أطيب، جرحي عيا يطيب، واللي يزيد العجب أحس إني غريب وجه للداعي والسبب. اللي هذا أولك ينعاد تاريخ، ابعد لا تعب. الزمن عمره ما قصر وأنا حبست الخطوة والمشاعر لا تسرب. جايز أتعدى بس اللي عزيني إنك بعد تنحب. خلي قريب أوصلك متعب، وإن شاء الله ربعك اتركني بعيد. لا عدو ولا حبيب بس عاملني بالطيب تلقاني أطيب. وعدني بالحكي ملزم، امشي معاه للاخر، قال عن حبنا وتكلم وبين لي صدق المشاعر. صور لي دنيا بالخيال ما طرت على بالي، اعطاني الامل وقال ما لي غيرك يا الغالي، وانا من حال لحال ما ادري ايش اقول في التالي. اسمع كلامه اصدق واشوف افعاله استغرب، ودي يصير معاه الحق وخايف لا يكون يكذب. صعب الوم نفسي واحس اني ظلمته وما ودي اصبح وامسي، واندم على اني طاوعته. عندي اكثر من سبب يخليني ارفض وامتنع، لكن اللي قلبه يحب على النيافه لو ينخ. الله يخليك. واحد هذا يسعدني ان اشارك معنا هذه الامسيه الشعريه. حقيقة ما أدري، عندي الغزلي وعندي الاجتماعي واحد عنده وطنية وطن. هذه قصيدة غزلية. كنت دائما إذا أكتب قصائد أرسلها حق صديق شاعر، دائما يقول لي اصبر انتظر اصبر انتظر او انسى. فاخر قصيدة رسلت له اقول عذربوها يا سمي عذربوها، كان اسمه ابراهيم هو على اسمي. عذربوها يا سمي عذربوها، في حلاها مع بهاها طعنوها. عذربوها ما دروا اني ابيها، قصدهم يا اخوك عني يبعدوها. دام انا واثق بعفتها وشرفها، ما يهمني لو من العيب شحنوها. دام انا واثق بعفتها وشرفها، ما يهمني لو من العيب شحنوها. ليتهم عادوا النظر في مهرجوني، ما دروا في وصفهولي قربوها. وارفعوا من شانها بالحيل عندي، ثورة الاشواق فيني زودوها. كان عيب حبيبي شامه بخده، ذي تراها رغبتي لي تفهموها. كان عيب حبيبي شامه بخده، ذي تراها رغبتي لي تفهموها. مهما قالوا يا صديقي واستعابوا، المحبة صوبها ما زحزحوها. كيف بنسى وراحتي لما أشوفها، ولا قلبي لو مع الصدفة ذكروها. أرتبك يهتز عقلي مع كياني، وأتلاشى دمعتي لا يلمحوها. يا كثر مغلط ونادي الغير باسمه، وصرت أخاف في يوم الأغلط مع أخوها. يا كثر مغلط ونادي الغير باسمه، وصرت أخاف في يوم الأغلط مع أخوها. بس كل اللي أريده وأتمنى، عن غرامي عن حنيني خبروها. وعن 8 سنين هايم في هواها، وعن مشاعر صادقة ما علموها. وعن عيون لأجلها بالليل تسهر، دمعة الوجدان بالخد انثروها. إي نعم ما أقدر على كتمان حبي، فجوة التفكير عندي وسعوها. يا إبراهيم إن كان عندك لي نصيحة، دلني وشلون أدخل مع أبوه. باسمكم وباسم الحضور نشكر الأخوة إبراهيم خليل الحساوي لإتحافنا هذه الأمسية الشعرية. باسمكم نشكرهم شكرا جزيلا. نتمنى إن شاء الله أن نلتقي معهم في مناسبات قادمة في هذه الأرض الطيبة أو في دول خليجنا المحفوظ. شكرا لكم جميعا وحياكم الله.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، أيها الشباب الأمين، ما أجمل اللقاء وما أشق الوداع يا شباب خليج الأخبار ويا بحر المدين. هذه هي لحظة الوداع، أهي لحظة الفراق. أنقول وداعا يا شجرة العقا، ونقول إلى لقاء يا إخوة الوفاء. بالحب لقياكم وبالحب نودعكم. أملنا في لقائكم كبير وأملنا في رؤيتكم أكبر. الآن أيها الإخوة، يمر من أمامكم علم المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة في هذا التجمع الشبابي، وهذا هو علم مجلس التعاون الدولي الخليجي العربي. وهذه اللوحة تحمل أعلام الدول الخليجية الشقيقة المشاركة في هذا المعسكر. أيها الإخوة، المنى الفائز في هذه الأنشطة النشاط الاجتماعي، وقد فازت به الأسرة الرابعة، والنشاط العملي، وقد فازت به الأسرة الثانية، والنشاط الثقافي، وقد فازت به الأسرة الأولى. أما النشاط الرياضي فقد فازت به الأسرة الثالثة. أيها الإخوة، أيها الأحباب، بالأمس القريب عاشت الأحساء عرسان خليجي. لقد احتضنتكم، احتضنت بالحب الكويت والدوحة، بالشوق الإمارات والمنامة، وعانقت بالسرور مسقط والرياض. وها هي الآن تودعكم، ولكنها لا تقول وداعا، وإنما تقول على أمل كبير في لقائكم مرة أخرى. أملنا في لقائكم كبير وأملنا في رؤيتكم أكبر. فنحن جميعا طاقة واحدة، نحن جميعا يد واحدة تبكي وتعلن بها. هؤلاء أيها الأحباب، هؤلاء هم شباب والمجلس التعاون، اليد الواحدة التي تبني وكأنها تعبر هذا البناء لتصل به إلى القمة. أيها الإخوة، أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الأحباب، الأحزاب في أصيلها تزهو، الأحزاب في أصيلها تزهو، وهي تمد يديها لتودع هؤلاء الشباب. فإلى لقاء قريب يا شباب مجلس التعاون الخليجي. بسم الله نبدأ، وعلى هداه نتكل. فنبدأ حفلنا بتلاوة من آية الذكر الحكيم يرتلها عليكم العضو المشارك محمد تراوي.
وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه وبعد. اسمحوا لي يا اصحاب السعاده ان اعرب لكم واتعنت باسمي ونيابه عن اخواني واحزاب الوفود الشبابيه الممثله ولمجلس التعاون في هذا المعسكر عن عميد الشكر وخالص الامتنان لتفضلكم بحضور هذا الحق وختام هذا التجمع القلبي، ذلك التجمع الذي يسعى الى تاكيد رغبه شبابنا في المشاركه في مسؤوليات البناء والتقدم والسير على الخطى السديده التي رسمها اصحاب الجلال والسمو قادة ولمجلس التعاون لتحقيق العزة والرفاهية لشعوبنا. أصحاب السعادة إخوان الشباب، لقد كانت أيام معسكرنا بمنتخب الأحزاب والمسؤولية الاجتماعية والخدمات العامة ولمجلس التعاون. وما والمحبة وأن يعيننا على تحقيق ما نصل إليه من رفعة ديننا ووطننا وشبابنا إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف سعيد الحمادي. ثانيا رئيس وفد دولة البحرين عبد الرزاق علي زين الدين. ثالثا رئيس وفد المملكة سليمان عبد الله الحمضي. رابعا